صاحب زوجي ما كنتش أتوقع منه يستغل الفرصة ويوجعني كده أبداً. آه، اللي عمله في الآخر ما كنتش متخيلة إن في إنسان في الدنيا ممكن يعمل كده. هحكي لكم اللي حصل من البداية. أنا اسمي منى، عندي 47 سنة. طول عمري ست شغلي هو حياتي. بشتغل مديرة إدارية في شركة مقاولات كبيرة، ومسؤولة عن التعاقدات والموافقات النهائية على المشاريع. عمري ما دخلت شغلي مشاكل، ولا عمري استغليت منصبي، واسمي كان دايما نظيف. زوجي حسام كنا متجوزين بقالنا أكتر من 18 سنة. مش مثالي، بس كنت فاكرة إنه أمان. بداية الكابوس كانت لما صاحب حسام دخل حياتي، اسمه رامي. رامي جه الشركة على إنه مقاول عايز يدخل مناقصة، وقال لي إن حسام بعته مخصوص علشان أساعده. أنا سألت وراجعت الورق، ومن أول نظرة فهمت إن الراجل ده غرقان ديون ومشاكل، ولو دخل مناقصة باسمي ممكن اتحاسب قانونياً. قلت له بهدوء: أسفة، الورق ده ما ينفعش يعدي. وشفت وشه اتغير، مش زعل، اتقلب. قال لي: فكري كويس، الفرص مش بتيجي مرتين. قلت له: اللي فوق دماغك أعمله، بس من عندي مفيش حاجة. وقمت فتحت الباب وطلبت منه يمشي، ومشي، بس بعينه اللي كانت بتوعد. رجعت البيت لقيت حسام مستنيني، ووشه غريب، مش وشه. من غير أي مقدمات قال: منى، انتي طالق. افتكرته بيهزر، ضحكت. قلت له: انت اتجننت؟ لقيته قعد يعيط وقال: سامحيني، مش هقدر أكمل، وسابني ونزل. دخلنا أهل، قرايب، وسطات، وهو ساكت. كل اللي يقوله: نصيبي خلص، ومش عايز أوجعها بالكلام. وكان مصر إن الموضوع ليا أنا، وإنه لو اتكلم هيكسلني. بعد 45 يوم الطلاق خلص، ورجعت شغلي فاكرة إن الوجع خلص. في يوم لقيت رامي قدامي في الشركة، قعد ولا كأنه عمل حاجة. قلت له: قوم من قدامي بدل ما أعمل فيك محضر. ابتسم وقال: طب اسمع ده الأول. وشغل تسجيل. كان صوت حسام وهو بيحكي لوحده إني ست تقيلة على قلبه، جسمي مش عاجبه، وبيقرف يقرب، وإنه عمره ما حس إني ست، وإنه كان بيعمل ده شفقة مش رغبة. كنت سامعة ومش حاسة، دماغي فصلت. إزاي الراجل ده كان عايش معايا كل السنين دي؟ فقت على ريحة برفيوم رامي بيرشها بهدوء، وقال: تحبي التسجيل ده يطلع ولا نخلص الموضوع من غير فضايح؟ قلت له: موضوع إيه؟ قال: توافقي على التعاقد وأنا أختفي من حياتك. وببرود قاتل قال: على فكرة، أنا اللي قلت له يطلقك، وأنا اللي ركبت له البنت، وهو بيسمع الكلام كويس. سكت وقال لي: وانت كمان هتسمعي الكلام. مش فاكرة وقعت إمتى ولا إمتى مضيت، بس اللي فاكراه إني مضيت استقالتي وسبت شغلي بإيدي علشان أهرب. هربت من شغلي، من صوتي، من نفسي. دلوقتي أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير إجابة واحدة بس: إزاي إنسان يوجع إنسان بالشكل ده؟ إزاي الثقة تتحول لسلاح؟ وإزاي الرجولة تبقى ابتزاز؟ لو عندك إجابة اكتبها في الكومنتات. وبكده الحكاية دي خلصت، بس حكايات القناة لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل اشتراك علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله.